الصوفية الأشاعرة اقرأ في كتبهم والله يكفروننا، يسموننا مشبهة مجسمة، والمشبه والمجسم كافر يا عبد الله، ما في كلام. لكن ما في دولة ما يقدر يقيم ايش الحكم عليك، كلهم ما هم مثل الخوارج. الخوارج حتى لو ما في دولة إذا كفرك يقتلك يا شيخ، حتى لو ما في إلا واحد هو قدامه 1000 يهاجم ال1000 بيقتلهم كلهم يا شيخ. ليه؟ لأنه يبي الجنة، عندهم صدق وعندهم مصداقية فيما يعتقدون وفيما يقولون. المراد أن طولنا في هذا كله باب تكفير. احنا يا أهل السنة ما عندهم تكفير المخالف، بل والله أعظم ما يقفون عنده قضية التكفير. احنا نقول بسهولة أنه هذا القول كفر، هذا الفعل كفر، السجود للصنم كفر، السجود للقبر كفر. نقول ولا ما نقول؟ نقول. لكن القائل لا، نتوقف، مفرملين بالأربعة يا شيخ. القائل لا، احنا نقول القول كفر، القائل نتوقف فيه. الفعل كفر، الفاعل نتوقف فيه. لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع يا عبد الله. قامت الحجة ثم تنظر في الشروط ثم تنظر في الموانع، 3 أبواب يا عبد الله. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام، وهذا ما ذكره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والله في العديد من رسائله رحمه الله ينص على هذا ويؤكد هذا، أنه أهل السنة هم أرفق الخلق بالخلق، أرفق الخلق بالخلق. ما عندنا تكفير يا عبد الله. لذلك كل هذه الأشياء اللي الآن يسمونها دعوة سلفية وهم يكفر، لا والله ليسوا على السلفية في شيء. كل من يعني يتجرأ على تكفير الفاعل والقائل بناء على أن قوله أو فعله كفر، هذا ليس من مذهب أهل السنة ولا من المذهب السلفي في شيء أبدا. لا بد من التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل على 3 أبواب: قامت الحجة، استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع. إن اجتمعت هذه كلها نعم ولا كرامة، ننقل الكفر من القول إلى القائل ومن الفعل إلى الفاعل.